مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده ومشكله جديده من برنامج من الحياه. ساعات كتيره من كتر مشغوليات الام والمسؤوليات اللي بتقع على عاتقها انها بتبقى مش عايزه تسمع من ولادها غير نعم وطيب وحاضر، ما عندهاش استعداد للمناقشه وما عندهاش استعداد لاي اعتراض. لكن يا ترى هل الام دي ممكن تقع في فخ انها تكون ام مسيطره؟ تعالوا نعرف اكتر عن موضوعنا وازاي ان انا ما اتحولش لام مسيطره عشان ما اثرش على اولادنا. لكن في البدايه حابه ارحب بضيفي اللي مشرفني ومنورني في الاستوديو، دكتور مدحت ماهر، طبيب واخصائي مشوره نفسيه وعلاج الادمان. برحب بحضرتك معانا. اهلا بيك يا ماجده، ومبسوط ان انا موجود معاكم تاني وموجود مع المشاهدين لمره تانيه. اهلا بحضرتك. طبعا موضوعنا مهم جدا، هي حته الام المسيطره. ساعات كتيره فعلا الامهات بتبقى يعني مش عايزه اي نقاشات، انا مش عايزه، انا قلت تلبسوا اللبس ده هنا هتلبسوا اللبس ده. فساعات الاولاد طبعا وخصوصا لما بيكبروا بيبقى الموضوع بالنسبه لهم خنقه. فعايزين نقول هل الام اللي بتعمل كده هل ممكن تكون ام مسيطره ولا في حاجات تانية بتميز الام المسيطره؟ نشوف موقفنا الدرامي الاول وبعدها نرجع نتناقش مع حضرتك. نشوفوا مع بعض. يلا بينا. سامي. ها. سامي. ايوه. هي ميرا ما رنتش عليك؟ لا ما رنتش. الله، الساعة بقت 9 ولسه ما جاتش لحد دلوقتي. ما تسيبها براحتها يا ست، لسه بدري. هو ايه اللي براحتها ولسه بدري؟ انا هتصل عليها اطمن. في جرس. يا رب ترد. الو. ايوه يا ميرا. ايه يا ماما انت فين؟ الساعة بقت 9 وانت ما جيتيش لحد دلوقتي. يعني ايه؟ لا ما فيش الكلام ده، تيجي وتركبي حالا. بقولك ايه، انا ما فيهاش حل المناهده. بصي بقى، خدي كلمي ابوك تفهمي معاه. خد كلم بنتك، اتفضل. ايوه يا امير. ايوه حبيبتي. ايه في ايه؟ اه ماشي يا حبيبتي، ماشي حاضر، ماشي. طيب خلاص، بس ما تتاخريش يا اميره. ماشي يا حبيبتي، خلاص ماشي، اوكي. سلام. سلام يا اميره. هو ايه اللي ما تتاخريش وسلام؟ هو ده كلام تقوله لها؟ هو المفروض اقول لها ايه يعني؟ تقول لها تيجي طبعا. كل ده قاعده عند صاحبتها تعمل ايه؟ ارحمينا بقى، بلاش التحكمات دي. تحكمات؟ ايوه تحكمات. البنت مستأذنة عشان تحضر عيد ميلاد صاحبتها وقالت مش هتتأخر عن 10، فيها ايه يعني؟ ما تسيبيها يا ست تنبسط مع صاحبتها شوية. هي تنبسط وانا اقعد بقى قلقانه ودماغي عماله تجيب وتودي. وتقلقي ليه طيب؟ هي صغيرة يا نهى، يا نهى الولاد ما عادوش صغيرين، دول في الجامعة. ولو مهما كبروا هيفضلوا في عناية صغيرين. يعني ايه؟ هتفضلي كابسة على نفسهم كده على طول يا نهى؟ انا من حق اخاف عليهم، انا امهم. امهم ماشي، بس ده ما يديلكيش الحق انك تسيطري عليهم وتتحكمي فيهم بالطريقة دي. انا اتحكم فيهم؟ ايوه بتتحكمي فيهم وبتتدخلي في كل حياتهم، في كل كبيره وصغيره، وفي خصوصياتهم، في اكلهم وشربهم ولبسهم واختيار اصدقائهم كمان بتتدخلي فيه. مش كفايه كده؟ ارحمينا بقى، كفايه اللي بتعمليه معايا كمان. وانا بعمل معاك ايه بقى ان شاء الله؟ مش عارفه بتعملي ايه؟ طول الوقت بتحاولي تفرضي سيطرتك عليا وعلى كل اللي في البيت. خلاص بقيت انا البعبع وانتوا كلكم طيبين وملايكه بجناحات، مش كده؟ لا انا كده تعبت يا نهى، انا كده تعبت بصراحه. مش عارف اعمل معاكي ايه، تعبت وزهقت من كتر الكلام معاكي، مش عارف اعمل ايه. اعمل ايه؟
مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية بعد الموقف الدرامي. طبعا زي ما شفنا يا دكتور معانا في الموقف الدرامي، الأم من كتر ما هي منشغلة وحاسة إن هي عليها هموم الدنيا، يعني للمدرسة للتمرين مثلا لشغل البيت لشغلها، للحضانة لو في حضانة، للمذاكرة، بجد كتير وبجد كتر خيرها. فساعات كتيرة قوي بتبقى مش عايزة حد يقول لها لا يا ماما، هو هتعمل ده يعني هتعمل ده. هل الحاجات دي ممكن توقع الامهات في فخ انها تكون ام مسيطره؟ ممكن طبعا، المشغوليات الكتيره، ولو هي عندها اكتر من طفل، ولو هي بتشتغل وبترجع من بره لسه محتاجه تعمل اكل وتوضب وتنظف، ولو العيال دول في سن مذاكره ابتدائي او كده فهي محتاجه كمان تقعد معاهم. فاكيد المشغوليات الكتيره واحده من الدوافع، او واحده من الحاجات اللي باينه من بره كده انها تكون بتخلي الام نفسها قليل وطاقتها قليله، ساعاتها قليله وطاقتها قليله. فوارد طبعا ان يكون انشغال الام المستمر بيسبب ده. يعني نلتمس لها العذر يعني لغايه لا، لكن هنقول من شويه لغايه فين؟ يعني هل مجرد السلوكيات دي بس، لكن ولا في سلوكيات تانية بقى يعني تخلينا فعلا نقول لا، الام دي مش مجرد ان هي مشغوله، لكن هي فعلا ام مسيطره. بصي، وانا قادر اتفهم، لكن عشان اعذر او ادي مبرر لا، يعني محتاجه مراجعه. لكن متفهم، يعني قادر افهم اللي وراها، لكن عندها حق ولا لا ده قصه ثانيه يعني. طيب خلينا حضرتك تقول لنا اكتر ايه السلوكيات اللي هتقول لا الام دي فعلا 100% هي ام مسيطره، مش مجرد بس حاجه يعني حاله انشغال. الام اللي هي مثلا ايه زي ما انت قلتي، هي عاوزه حاضر ونعم طول الوقت، مش عاوزه نقاش، يعني مفيش مناقشه، مفيش اخذ وعطاء، مفيش نيجوشيشن خالص في القصه. الحاجه الثانيه، لو ام مثلا بتقول للعيال لا انت اللبس ده ما ينفعش، انت لازم تلبس اللبس ده، وغير كده انت مش هتخرج غير وانت لابس اللبس ده. الولد او البنت يختار لبس لنفسه، لا ده شكله وحش، ده مش عارف ايه، ده الوانه مش ماشيه مع بعض، لازم تلبس ده. لازم تاكل دلوقت، ولازم تاكل الاكل ده، واي اعتراض لازم تذاكر بالطريقه دي، واذا ما ذاكرتش بالطريقه دي يبقى انت مش عارف تذاكر، لازم تسمع الكلام في المذاكره. هنروح عند جده فلازم تروح معانا، هنخرج في الوقت ده فلازم تروح معانا. عايز تصاحب على اصحابه، او البنت عاوزه تشوف صاحباتها فهي بتتدخل في الاصحاب والصحبات، لا يعني انت ما ينفعش تصاحب ده ولا ده ولا، انت لازم تصاحب ده وتصاحب ده وتصاحب ده. يعني عارفه التدخل في كل حاجه. طريقه المذاكره، الولد عاوز يذاكر بالطريقه الفلانيه، البنت عاوزه تذاكر بالطريقه، هي لازم تذاكر بالطريقه دي، ولازم تبدا في الميعاد ده وتخلص في الميعاد ده. القصه مش انه هي بتدي نصيحه لحاجه افضل، هي القصه هو التمسك الفظيع بين اللي هي بتقوله ده لازم يتعمل في اللبس والميك اب والخروجات والفسح والاصحاب ونوعيه الاكل ونوعيه تسريحه الشعر والالوان والصحيان والنوم، ايه الحاجات اللي تشوف ايه وما تشوفش ايه، كميه سيطره كامله على كل حاجه. حتى بعد كده لما بيكبروا الولد والبنت بتبان اكتر في حاجات مش منطقيه، يعني لا تخش علمي ما تخشش ادبي، اصل انا عاوز اشوفك دكتور، اصل انا عاوز اشوفك مش عارف ايه، لا ما جابش المجموع ده اللي هي موافقه عليه فنعيد السنه، طب جاب مجموع معين لازم تخش الكليه دي. يعني في سيطره. لما يجي يتجوز نفس الفكره، لما يجي يرتبط او هي لازم تختار، في سيطره في كل القرارات. لا يبقى اذا الام يعني المواصفات الاولانيه للام دي يعني بريئه من انها تكون مسيطره، لكن ممكن تكون في وقت فيه هي منشغله، لكن في الاوقات الثانيه بتدي مجال ان هي تاخد وتدي مع اولادها، تدي لهم مجال ان هم يجربوا مره، ممكن يعني يخطئوا مره، لكن هي بتدي مساحه. لكن الام المسيطره دي على طول الخط هي بتتدخل في كل حاجه وبشكل مستمر، وده كمان مش لانه في حاجه صح او غلط، لكن ده عشان تفرض وجهه نظرها. يعني هي تفضل تقول ما هو اللي انا بقوله ده هو الصح، قد يكون في حاجات ما فيهاش صح وغلط، يعني هي وجهات نظر، بس هي دايما شايفه ان وجهه نظرها هي الصح، وانه اللي بيتعمل ده هو افضل حاجه، ولو ما عملتش وجهه نظرها فيبقى في ديفكت في القرارات اللي بتتاخد. دكتور، طب لو حبينا النهارده نعرف هي الام المسيطره دي هي ليه بتعمل كده؟ يعني هو اكيد كل ام بتحب اولادها، بس ليه هي بتعمل، ليه بتكون بتسيطر على كل حاجه لدرجه ان الاولاد ساعات بيحسوا مش قادرين يتنفسوا من غير ما ياخدوا، او من غير ما ماما بتكون حاطه رايها في اي موضوع يخصهم؟ طيب يعني خلينا نبص على شويه اسباب مش مترتبه بترتيب الاكتريه بتاعتها يعني، لكن اسباب ممكن كل حد يكون عنده سبب او اتنين من دول، بغض النظر عن مين فيهم السبب الاهم او مش اهم. وارد ان يكون الام هو ده الموديل اللي هي شافته في البيت وهي صغيره،
يعني الموديل بتاع مامتها كان كده. وخلي بالك انه الولد والبنت دايما بيتعلموا بالموديل مش بالنصيحه ولا بالاوامر ولا بالتعليم. التعليم دايما والعيشه بالموديل. هي شافت الموديل ده في البيت، شافت امها كانت كده، كانت مسيطره، ما بتتناقش، ما بتاخدش اراء، ما بتسيبش حد يعمل حاجه اللي هو حاببها. فده الصوره اللي هي طلعت بيها عن الام. فبالتالي من غير يعني لو ما كانش عندها وعي ونضج انها تدرك ده في وقت معين مبكر من الحياه وهي صغيره، او ما اخدتش فتره من التعلم عن الامومه وعن تربيه الاطفال، فبالتالي الموديل اللي هي شافته ده هو هينطبع عليها وهتعيش نفس دور الام اللي هي شافته. اوكي، ده حاجه من الحاجات. في حاجه تانية اللي هي الام اللي هي عندها ادمان الكماليه. في احيانا بيبقى في اولاد او بنات عندهم ادمان الكماليه، ان هي شايفه انه المثاليه في الحياه هي دي لازم تكون موجوده. الكماليه بقى طبعا الكماليه ده مرض، ده مش حاجه لطيفه يعني. يمكن واحد من الحاجات اللي مش كويسه في الحياه، لانه المجتمع بيمجد كلمه الكماليه، يعني بيتهيأ للمجتمع ان هي حاجه كويسه، ان الكمال ده حاجه لطيفه واحنا لازم نوصل له حاجات كده. لكن الكماليه ده ادمان، ده مرض، هي محتاج علاج يعني. فهي بتبقى شايفه انه انا بعمل كل حاجه صح، انا واثقه في نفسي اكتر من كل الناس، الحاجه اللي انا ما اعملهاش محدش هيعرف يعملها. فبالتالي في سيطره شديده جدا انه لازم اللي انا بقوله هو اللي يتعمل، ولو هم ما عملوش اللي انا بقوله انا احتمال اعمله بدلهم، يعني في احتمال كبير انا اعمله بدلهم، بس لازم يتعمل زي ما انا قلت. فالعيال بتطلع محرومه من اتخاذ القرار، محرومه من ان هم حتى يغلطوا او ان هو يعملوا حاجه نص نص، ومش مسموح لهم يعملوا حاجه نص نص. هم لازم ياخدوا درجه كامله في المدرسه، لازم لبسهم يبقى بالطريقه دي، لازم مش عارف يبقى بالطريقه دي. فهي عندها ادمان الكماليه او المثاليه. الام الكماليه دي ما بتسمحش خالص باي حاجه غير اللي هي بتقوله، لانه هي عندها مقاييس عاليه جدا حطاها، والمقاييس دي هي شخصيه ممكن تكون مش قادره تمشي عليها، بس هي بتفرضها على الاخرين يعني. وبتجد صعوبه شديده جدا انها تقبل اقل من اللي هي بتقوله او اقل من المقاييس اللي هي بتقولها. فادمان الكماليه واحد من الاسباب طبعا. وقلنا ان هي الموديل اللي اتربت عليه، الموديل اللي هي شافته في بيتها وفي بيت باباها ومامتها لما كانت صغيره. لكن في كمان حاجه تانية، قد تكون الام دي انسانه مأذيه من جوزها مثلا. يعني هي جوزها شخص اجريسيف، عنيف، مؤذي، مسيطر، مسيء، مفيش حنيه، مفيش حب، هو بيعمل كده معاها. هي ملهاش الحريه ان هي تعبر عن ارائها او تختار او تتحمل مسؤوليه اختياراتها او قراراتها. فبالتالي زي ما يكون في ديفنس اتيتيود كده للمعامله بتاعت الزوج اللي بالمنظر ده، لكنه تحويل، بتاخد معامله الزوج بتتحول على الاولاد مثلا كرد فعل اللي بيعمله معاها جوزها. فهي بتعمل كده مع الاطفال، انه هي اساسا متسيطر عليها، هي اساسا مش واخده حريتها في البيت، فكانه هي بتعوض ده في انها بتشوف الاطراف الاضعف، يعني مش قادره تعمل كده مع جوزها، مش قادره تدافع عن نفسها، بتعمل ده مع الاطراف الاضعف اللي هم ينفع يقولوا حاضر وينفع يقهروا وما يتكلموش ويعاقبوا وحاجات كده كتير يعني. ده نوع. في نوع تاني بقى برضو حتى الزوج بيتم السيطرة عليه، يعني عايزة يعني يعني لو السبب مش هو سيطرة الزوج وده موديل هي شافته في البيت. في بيوت كتيرة الأم تبقى هي مسيطرة على كل البيت، مفيش مشاركة بينها وبين الزوج يعني. لأسباب كتيرة، مش وقتنا، مش مكانها يعني. لكن هي بتعمل كده مع جوزها برضه من منطلق انه ده يمكن الموديل اللي شافته، او من منطلق ان هي فاهمه احسن منه. احيانا بتبقى عندها قناعه ان هي مثلا مستواها الثقافي او التعليمي افضل منه، مستواها المادي او الاجتماعي افضل منه، فكانه ده بيديها الحق ان هي تسيطر عليه على اعتبار ان هي شايفاه حد اقل، مش حد ند بالنسبه لها. فوارد جدا انها تعمل كده مع الزوج. انا مش متخيل انك انت زوجه وام وبتقولي كده على الزوجات يعني. لا يعني لا احنا بنناقش طبعا ايه المشاكل فعلا اللي ممكن تكون موجوده، لان دي هي مش حاجه معممه، لكن هي بتبقى طفرات يعني. فعشان النهارده فعلا نقدر نقول ان نقدر نعالج يعني، ونشوف برضو لو الاولاد بيتاثروا ده يعني يقدروا يعملوا ايه. فخلينا نقول خليني اقول لك كمان ان في سبب تاني مهم. الام لما كانت صغيره وهي بنت، البيت اللي ما فيهوش الحب وما فيهوش القبول الغير مشروط والحب الغير مشروط والشعور بالامان والشعور بالانتماء والشعور بالدفء والشعور بالحنيه والشعور بالتواصل والشعور بالقيمه، ده بيصنع اشخاص علاقاتهم عموما مضطربه. واحده من اضطرابات العلاقات دي هو فرض السيطره على الاخرين. يعني وارد ان تكون الام دي مش ام مسيطره في البيت فقط، لكن هي ممكن تكون شخص
بيحاول يفرض سيطرتها على شغلها، على اصدقائها في الشغل، على زمايلها، على رؤسائها، على جيرانها، على اصدقائها. يعني الموضوع مش بس ممكن يكون مقتصر على الأولاد في البيت، لكن قد يكون هي نشأت في بيت افتقدت فيه لتسديد احتياجات نفسية مهمة زي القبول الغير مشروط والحب والأمان والدفء وكل اللي احنا قلنا عليه. فبالتالي هي بتطلع عندها مشاكل مع العلاقات، وبالذات في ناحية السيطرة. يعني افتقاد الحاجات دي بيعمل مشاكل في العلاقات، بالذات في حته انها تفرض السيطره. اوكي. طبعا احنا يعني واثقين تماما ان حتى لو كانت الام هي من النوع المسيطر، الا ان هي من جواها برضو هي ام ونفسها ان ولادها يكونوا احلى حاجه، بس طبعا هي ممكن يكون بطريقه غير واعيه، والاسباب اللي حضرتك قلت عليها سواء اتربت على كده او سواء ان هي عندها نوع من الكماليه، الا انها في النهايه هي بتاذي ولادها بطريقه ان هي بكل التصرفات اللي بتعملها. فعايزين نقول النهارده ونلفت نظر كل ام لو هي النهارده بتسمعنا وشايفه انها بتعمل كده، عايزين نقول لها انت بتحبي ولادك بس خلي بالك انت بالسيطره دي انت مش بتخليهم يبقوا احلى حاجه عن طريق انهم يعملوا كل حاجه احسن حاجه، لا هم بيتاذوا فعلا. ده حقيقي. انا عاوز اقول مش بس كده، انا عاوز اقول للام اللي هي شايفه نفسها بتعمل كده هي محتاجه مساعده متخصص على فكره. يعني مش عيب ان هي تبقى ام مثلا في سن متقدم، يعني مش لازم من الناس اللي بتلجأ لمساعدة المتخصصين يكون مثلا سنهم عشرينات مثلا، لا ممكن تكون في الثلاثينات والاربعينات والخمسينات وتلجأ لمتخصص تمشي معاه مشوار علاجي، مش علشان يقول لها تعمل ايه مع الاولاد والبنات، لكن عشان هي طلعت كده ليه. يعني ميبي يكون عندها مشاكل في الطفولة محتاجة تتعافى منها، عندها إيذاءات من الزوج أو من حد أكبر محتاجة تتعافى من ده، عندها إدمان كمالية محتاجة تمشي مشوار تعافي من الكمالية. كل الأسباب اللي احنا قلناها على الزوجة المسيطرة أو الأم المسيطرة دي ليها جلسات علاج، يعني ليها مشاوير تعافي. والشطارة إن أنا أطلب مساعدة حد متخصص، مش الشطارة إن أقول إن أنا جدع وأقدر أعمل كل حاجة بنفسي. طبعا أنا اللي هعمل كل حاجة وأنا اللي هشتغل على نفسي، بس أنا محتاج حد يمسك بإيدي وحد يدعمني ويوقفني على السكة الصح عشان أعرف أنا أدوس وأجري بعد كده. لكن من ناحية الأولاد طبعا واحدة من الاحتياجات النفسية المهمة جدا للولد والبنت من وهم صغيرين، من قبل كيجي حتى، ازاي تعلمهم الحرية والاستقلالية. في كل مرحلة من مراحل العمر في حرية للولد والبنت إلى مدى معين، في حرية انه يختار اكله ويختار لبسه، وبعد شوية يختار اصحابه، يختار مدرسته، يختار نوعية تعليمه، ويختار جامعته، وتختار جوزها او شريك حياتها. وفي اختيار، في مراحل اختيار الاصدقاء، مراحل اختيار اللبس، حتى لو الحاجات دي مش عجباني. يعني افترضي ان الولد والبنت على سن ثالثه ابتدائي رابعه ابتدائي بدا يعبر، قبل كده هي بتجيب له اللبس من الدولاب تلبسه له وهو ملوش دعوه، هو بيقول حاضر. بعد شويه يبدا يقول لها يا ماما انا عاوز البس ده على ده، فتقول له ايه ده، ايه الالوان المتخلفه دي، اللون ده ما ينفعش مع ده ومش عارف ايه ده غباء، ده مش عارف ايه. مش مشكله، افترض ان اللونين ما يمشوش مع بعض، بس الولد بيختار. الولد بيتعلم حريه الاختيار. صحيح. عنده كذا تيشيرت وعنده كذا بنطلون، بيفرح ان هو اللي مختار لبسه، يعني تديله كده سعاده داخليه، وهو يحس ان عنده الاثوريتي ان هو يختار، عنده حق الاختيار. صحيح. فحق الاختيار مهم. يطلع اللبس وحش، يطلع اللبس حلو، برافو حبيبي انك انت عرفت تختار حاجات تلبسها على بعض. بعد شويتين ثلاثه اعلمه، اقول له اصله الرمادي مش عارف بيمشي مع ايه اكتر، واللبني بيمشي مع ايه اكتر، ده في مره تانية. لكن ما افضلش اهزقه على اللي اختاره واقول له ده ما ينفعش، ده وحش ما تلبسش. سيبه يلبس، سيبيها تلبس اللي هي عاوزاه، سيبيها تسرح شعرها بالطريقه اللي هي حباها. ما نعولش قوي هم نظرات الناس بره وكلامهم او رايهم في الولاد بيعملوه. الاهم عندي ان الولد يحس عنده اوثوريتي الاختيار، عنده القدره على الاختيار، وبعدين اعلمه القدره على تحمل نتائج الاختيار حتى لو النتائج دي مش في صالحه. الولد بيبدا ياكل وهو صغير قبل كيجي بينقط على نفسه، فانا بعمل له ده وباكله انا عشان هو ما ينقط على نفسه. ايه المشكله؟ ما يوقع في الارض، بس هي عنده ساعات الام القدره. بتشيل بس هم النظافه بعد كده. أيوة. هو انا بعلمه، انا بخليه يبقى عنده القدره على التعلم، القدره على انه يعمل الحاجه بنفسه، لانه انا كبابا وماما انا مش قاعد لهم طول العمر.
وهيتنقل يروح يعيش في بيت تاني حتى واحنا عايشين، مش هيجيني كل صبح يقول لي البس ايه واروح فين وياخد رايي في حاجات زي غير كده. ان انا دوت بيخلي شخصيه ابني بتنمو، يعني انا بخليه مش شخص ان هو مجبر يعمل كل حاجه، لا عنده القدره يقول وياخد قرارات. ما هي بتبدا من الصغر، بعد كده ده نيجي حقيقي. نقول ولادنا ما بيعرفوش يقولوا لا ليه لاصدقاء السوء، فهي بتيجي برضو من حته زي دي. وبتطلع شخصيات متردده. يعني يجي الولد يبقى مثلا نفسه في الارتباط في سن يبقى معين، مش سن عارف ياخد ارتباط، القرار. يبقى مش قادر. يعني يجيني يستشيرني يقول لي فلانه وفلانه وفلانه مش عارف اختار. ما هو ما عرفش يختار الشورت الحاجات بتاعه الصغيرة. والتيشيرت وهو صغير، فاكيد مش هيعرف يختار شريكه الحياه هو كبير. فبيبقى في كميه تردد كبيره جدا، وتمر 7 سنين و10 سنين وهو او هي مش قادرين يختاروا شريك الحياه، مش لانه مفيش ناس مناسبه، لكن لان مفيش القدره على الاختيار. أوكي. خلينا نسمي دي توزيع الادوار في الاسره. الاسره الصحيه هي اللي الادوار فيها متوزعه صح ما بين الاب والام والابناء. الاسر المضطربه فيها اضطراب في توزيع الادوار، توزيع الادوار فيها بيكون سيء قوي. لما تشوفي الادوار في الاسره سيئه تعرفي ان دي اسره مضطربه. انما الاسره اللي كل واحد فيها عارف دوره ودوره الصحي ايه في الاسره يعملوا بقى صح، يعملوا غلط، يتعلم فيه، يجرب. دي الاسر السليمه او الاسر الصحيه او الاسر اللي احنا بنشجعها. اوكي. طيب نقطة مهمة جدا عايزة اتكلم فيها، طبعا هي الاجيال اختلفت، يعني ممكن مثلا يكون رد فعل الاولاد زمان حاضر وبتطلع الشخصيات بقى اللي هي يعني خنيعة شوية، لكن اعتقد برضو الاجيال دي ممكن يكون ردود فعلهم صعب شوية تجاه الام، يعني ممكن يكون مش احلى حاجة. ما ممكن برضو ولد يعني خلاص بقى ينفجر في الام. انا عاوز اقول انه الولد والبنت ما بتجيش مرحله في حياته ما يقولش فيها لا. دي احنا بنسمعها من الولد وهو صغير قوي. يعني احيانا تجيبي للولد وهو لسه مش عارف يمشي يعني عشان تاكليه فيقول لك لا. اوكي، فهو بيعرف يقول لا من هو صغير. احنا اللي بنجبت فيه كلمه لا. احنا بيتهيأ لنا ان لا دي كلمه قله ادب وحشه او دي عدم طاعه. اوكي، بس هي لا دي مش قله ادب على فكره، ده حقه في الاختيار، حقه في الاعتراض، حقه في الرفض. فانا ممكن اقول لابني تعالى كل فيقول لي لا. ليه انا بعتبر ان كلمه لا دي قله ادب؟ طب اكتر من كده ممكن اقول لابني هات لي كوبايه ميه فيقول لي لا. انا ليه بعتبر انه هات لي حاجه دي امر واجب النفاذ؟ طب ما افترض ان الولد تعبان او ملوش نفس يجيب لي كوبايه ميه، ايه المشكله؟ ليه انا حاسس انه لا دي لبابا حاجه فيها نوع من انواع قله الذوق وقله الادب؟ يعني مش عارف، هو ملوش حق ان هو يقول لا. طب ما هو احيانا يقول لي انا عاوز حاجات وانا اقول له لا. ليه انا عندي الحق ان انا اقول له لا؟ لما يقول لي مثلا ساعدني في اللبس او وصلني مشوار فانا اقول له لا مش فاضي. طب ما هو الولد بيلعب وانا بقول له مثلا هات لي كوبايه ميه او هات لي الحاجه دي من هنا. طب هو برضو مشغول في حاجه تهمه، فلا بابا مش عايز اعمل كده. ليه انا مش بحترم كلمه لا عند الاطفال؟ فالولاد بتطلع زي ما انت قلتي في الاجيال الجديده اكثر قدره على الاعتراض، اكثر قدره على ان هم يقولوا لا. وعايز اقول لك انه الولد لما يبقى بيقول لا كتير في البيت ده معناها انه في اب او ام مسيطرين كتير في البيت، لانه السيطره وفرض الاوامر طول الوقت هو اللي بيخلي الولد يقول لا كتير. انا لو عاوز الولد ما يقولش لا كتير، انا برضو كلمه لا لما تزيد عن حدودها ما هو برضو ده النقيض التاني. طبعا انا مش عاوز اشوف ابني طول النهار لا لا لا. انا بديله، مش بحرمه من حريته في الرفض وحريته في الاعتراض وحريته في الاختيار، بس برضو ده مش معناه انه على طول الوقت الولد عنده كميه عناد فظيعه بيقول لا. العناد الفظيع ده لما انا بشوفه انا بعرف ان الام مسيطره في البيت او الاب طبعا، بس احنا بنتكلم على الام النهارده فايتس اوكي. ان الام مسيطره، ان الام على طول اوامر 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 اوامر، مفيش حاجه عاجباها، مفيش حاجه عاجباها، مفيش حاجه. فهو بقى من الزهق ويبقى عايز رد فعل طبيعي هو العناد بقى. كتير قوي من الشباب لما بيجوا في جلسات المشوره يقول لك او البنت تقول لي انا مستغربه نفسي، انا كنت لغايه وقت قريب خاضعه جدا جدا، كل حاجه حاضر حاضر حاضر، وفجاه لقيت نفسي بقول لا على كل حاجه. هي بتبقى مش عارفه، ما هي اتلخبطت، مخزون بقى، لانه هي على طول اتقال لها اوامر. لما وصلت لسن معين فيسيولوجيكالي وهرمونالي بقت اكثر قدره على النضج والادراك والوعي، فبدات تحس من جواها انه انا مش مطالبه اقول حاضر على كل حاجه، فتبدا تعترض. اوكي، فانا لما بشوف المنظر ده في البيت، لما بشوف النماذج دي في البيوت، بعرف ان وراها في الاغلب اب او ام مسيطرين. واحنا كل ما بنكتر الاوامر كل ما بنزود كلمه لا في البيت. يعني خلينا ما نكترش الاوامر، يعني عشان يبقى عندهم حتى مساحه ان هم يقدروا ينفذوا من غير ما يكونوا مخنوقين او مش عارفين ينفذوا كل اللي بيتقال لهم. يعني لو عاوزاني ادي نصيحه اخيره للام، طبعا
بلاش اوامر كتير. اللي تعرفي يعني اللي ينفع يمشي في البيت ينفع ما يتعملش، ما تديلوش اوامر. يعني الحاجه اللي ينفع تعدي من غير ما اديلها اوردر حتى لو ما اتعملتش مش مشكله، ما تتعملش. يعني افترض الولد ما كلش ما اتعشاش، ايه المشكله؟ لما يجوع هياكل. بالظبط. افترض ان الولد بيذاكر كويس وجه في يوم كان مكسل شويه عن المذاكره، مش لازم بالعافيه يقعد على المكتب النهارده. افترض الولد اصر ان هو يلبس لبس معين انا مش عاجبني، اوكي يا حبيبي اختار. يعني الاوامر اوامر 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 هي اللي بتطلع كم الاعتراض الرهيب اللي احنا بنشوفه دلوقتي. نقلل الاوامر شويه. اوكي. احنا للاسف طبعا وقت حلقتنا خلص، لكن طبعا النهارده كان موضوعنا مهم لكل الامهات ان هي تخلي بالها عشان ما تقعش في فخ السيطره، وبالتالي ده هياثر على صحه ولادها النفسيه. احنا طبعا في نهايه حلقتنا كل الشكر لحضرتك يا دكتور مدحت، ميرسي جدا. ميرسي جدا ليكي وميرسي جدا للمشاهدين اللي كانوا بيشوفونا. اتمنى تكون الحلقه كانت مفيده بالنسبه لهم. مشاهدينا، مشكله ممكن تكون جوه بيت اي حد فينا، مش عيب ان احنا نتكلم فيها بصراحه، العيب ان احنا نغطيها ونقول كده راحه. خلينا نناقش مشاكلنا بايجابيه لغايه ما نوصل لحلول جذريه، واشوفكم في حلقه جديده من برنامج من الحياه.